السلام عليكم. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين في الفرقة الرابعة طب بيطري جامعة المنصورة، برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء. طيب بفضل الله كده احنا فضلنا نشرح على مدار الثلاث سنين، سنة أولى وتانية وتالتة. عملنا بفضل الله تعالى قناة سميناها ياسوفيت 28. القناة ديت عليها كل الشروحات بتاعتي من أول ما دخلت الكلية لحد وقتنا الحالي. ومش كده، كمان عليها كمان شرح الزمايل ليا كانوا بيشرحوا معايا في دفعتي، وكمان عليها تلخيصات تحفة جدا برضك من زمايل لينا ربنا يجازيهم خير، كانوا عاملين لها شغل حلو قوي وكنا معتمدين عليه اعتماد كبير جدا ايام الامتحانات. طيب دلوقتي الاول كده عاوزين نعرف ازاي هتشتغلوا على القناة. فلو انت في اولى او تانية او تالتة فالقناة دي هتفيدك قوي يعني. انتوا الاول كده هتروحوا الرسائل المثبته فهتلاقوا محتويات القناه فرقه اولى وتانية وتالتة، ان شاء الله رابعه وخمسه يعني ان كان لنا عمر نقدر ان احنا نشتغل لهم. اول حاجه لو انت فرقه اولى مثلا، فلو عايز تعرف شغل الترم الاول اللي عندك تمام كده، فهتلاقي النظري هنا اهوت، هتلاقي فيه هيستولوجي، في كيمياء، في بيولوجي، في اناتومي. وليكن مثلا انا عاوزه احصاء مثلا او فسيولوجي، فهضغط على الاحصاء كده بالمنظر ده، هيبدا يظهر لي كل ريكوردات الشرح الاحصاء الموجودة هنا. وكمان هتلاقوا حل كتاب الإحصاء بتاع اللوك بوك بتاع الكلية، وكمان هتلاقوا فيه أسئلة وملخصات وكذلك. تمام. حابب مثلا انت برضك سنة أولى عاوز ترجع تاني مثلا تشوف لو في شرح للفسيولوجي، هتضغط هنا كده برضك على فسيولوجي، فهتلاقي شرح شابتر البلاد اهو بالمنظر ده اللي هو شابتر الدم. هتلاقوا ريكوردات وهتلاقوا ده التلخيص اللي بنشرح منه والشغل كامل اهو. طيب برضك في شغل في الترم التاني، انت بقى اقعد بقى دور، انت عرفت الطريقة هتعمل ايه. حابب مثلا شغل العملي، فعاوز مثلا عملي وراثة جيناتكس مثلا، فتضغط على عملي الوراثة، هيبدأ يظهر لك شرح عملي الوراثة وفيديوز وحاجات جميلة اهي. طيب آم، لو انت برضك في الترم التاني كان صراحة بيبقى دايما شغله اكتر من الترم الاول. فلو ترم تاني مثلا فعاوز اناتومي، فهتلاقي شرح اناتومي اهوت، كنا بنعمل في فيديوز في البداية وبعد كده كملنا في ريكوردات. فالشرح ده كان بصراحة ما شاء الله، يعني انا ذات نفسي كنت بستفيد منه، بالذات الامبريولوجي كان مهم قوي. فهتلاقي كل ده ان شاء الله تاخده ايه الترم التاني. طيب فده كده بالنسبة لو انت سنة اولى. طبعا للأسف سنة اولى ما فيش فيها زمايلنا ما لخصوش وقتها ان كنا لسه في سنة اولى، فيعني ما كناش لسه فاهمين الدنيا، فانت هتلاقي بس شرح موجود بالمنظر ده. طيب بعد كده عندنا لو انت في الفرقة التانية، فهتلاقي شرح الانتاج. لو جيت ضغطت هنا كده على شرح، فهتلاقي شرح انتاج بالمنظر ده. تمام. حابب مثلا الشابتر الاول، فتضغط كده على الشابتر الاول فهتلاقي شرح الريكوردات كده. تمام. عاوز مثلا شابتر الامبريدنج، هتضغط على الامبريدنج هتلاقي برضك شرح، وهكذا بقى. طبعا مش شرح انتاج بس موجود في سنة تانية، فانت عندك حاجات كتير. بالنسبة للتلخيصات يعني مثلا الفيرو، في ملخصات تحفة في الفيرو حرفيا، يعني كانت جميلة قوي. التلخيصات زي ما انتم شايفين كده كانت حاجات جميلة جدا ما شاء الله. فالشغل ما شاء الله يعني هتلاقي فيه تلخيصات حلوة قوي. يعني مثلا برضك لو انت جينا للفرقة التانية ترم تاني، لو حاب مثلا في الترم التاني عاوز تشوف الفيرو مثلا اهو، لو جيت بصيت على الملخصات بالمنظر ده كده، وهتلاقي بقى يعني شغل حلو قوي. والتلخيصات اللي بتبقى بالمنظر ده تحسه شبه الكرتون كده، بتبقى تحفة قوي بصراحة. يعني ربنا يجازي خير زميلتنا كانت بتعمل شغل جميل بصراحة يعني. فانتوا بقى يعني ايه، عيشوا في القناة. لو انت برضك سنة تالتة فهتلاقي مثلا عاوز بارة مثلا، فهتلاقي شرح البارة اهو. حابب الانترودكشن تضغط عليها تلاقي مقدمة المنهج. عاوز سيستودا تضغط عليها تلاقي شرح السيستودا. فكل حاجة مترتبة ومنظمة هنا بفضل الله تعالى. فانت بقى دور، لو انت مثلا تميز سلامة غذاء وعاوز شرحها، فكنت بفضل الله شرحت الجزء العملي بتاعها، فتلاقي جزء دكتور نايا دوت، وهكذا بقى. فعندك في ترم تاني وترم اول لكل ايه السنين اولى وتانية وتالتة بفضل الله. طيب اخر حاجة بقى في مسج مثبتة هنا. المسج ديت فيها لينكات الجروبات بتاع كل دفعة، اذا كان اولى او تانية او تالتة. فلو انت في سنة اولى خش على الجروب بتاعك، او تانية الجروب بتاعك، وتالتة الجروب بتاعك. الجروبات دي ان شاء الله عليها التواصل. لو انتوا حابين تتواصلوا معايا او كده، فهتلاقوني موجودة على الجروبات ديت، وبنرد على اسئلة وبنشار فيها حاجات تفيدكم باذن الله. وبس كده يعني، وبالتوفيق لينا جميعا ان شاء الله.